بيبدأ فيلمنا بمايك وتشارلي وهما بينقلوا الفلوس في عربية لبنك من البنوك، وبيتكلموا مع بعض بخصوص المهمة المكلفين بيها. وبعدها بيطلب مايك من تشارلي انه يصب له كوبايه القهوه لانه سايق، وبيصب له تشارلي كوبايه القهوه بيديها له. وفجاه بيظهر قدامهم عربيه وبيكون واقف قدامها شخص بيتصرف بطريقه غريبه جدا، وبيطلب منهم يقفوا وينزلوا، فبيستغربوا منه وبيفتكروا ان العربيه دي من فريق الشغل بتاعهم. ولكن فجاه بينزل اشخاص كتير مسلحين من العربيه وبيتهجموا عليهم وبيقتلوهم وبياخدوا كل الفلوس اللي في العربيه. بعدها بنروح لشركه فورتيكيو، ودي بتكون شركه حراسه وظيفتها ان هي بتنقل الفلوس في كل انحاء لوس انجلس. وبنشوف اتش واللي بيقدم في وظيفه في الشركه، وبيعرف المدير ان وظيفته هي حمايه ونقل الفلوس بتاعه المحلات والمستشفيات والبنوك، وبيقول له ان هم بينقلوا 15 مليون دولار يوميا. وبيقول له كمان ان السي في بتاعه مليان بالانجازات الكبيره في مجال الخدمات الامنيه. وبيساله المدير اذا كان متجوز، فبيقول له اتش انه كان متجوز وطلق، وبيساله اذا كان عنده اولاد، بس اتش بيقول له لا. وبيجي بوليت وبيقعد مع اتش وبيعرفه ان هو مسؤول عن اختباره اللي هيتحدد بيه اذا كان هيتقبل في الوظيفه او لا. وبيقول له ان هو لازم يعدي 70% من اختبار القدرات عشان يتقبل. بيبدا بوليت يختبر اتش، واللي بيظهر ان اداؤه متوسط في كل الاختبارات زي القوه البدنيه والرمايه وسواقه العربيات، لكنه في النهايه بيقدر ينجح وبيحقق 70% بالظبط من الاختبارات. وبوليت بيقول له دلوقتي ان هو اتقبل في الوظيفه، وبياخده وبيعرفه على زمايله في الشغل. وبعدها بيوري له الخزنه الخاصه بيه وبيديله مفتاحها. وبيجي ديف اللي بيكون باين عليه ان هو متضايق من وجود اتش وبيحاول يقلل منه، لكن اتش بيتجاهله وديف بيمشي وهو متضايق. وبعدها بولي بيقول لاتش ان ديف شخص صعب ان حد يتعامل معاه. بعدها بياخده عشان يستلم سلاحه، وبياخده علشان يعرف تفاصيل اول مهمه ليه. وبيجي ديف وبيتفاجئ ان الشركه حطته هو واتش في مهمه واحده، وده بيضايقه جدا. وبيطلع ديف واتش وبوليت في عربيه واحده، وبيفضل يقلل من قدراته طول الطريق. وساعتها بوليت بيقول له ان هما زمايل في الشغل وما ينفعش يقلل منه. وبيوصلوا للبنك، وبوليت بيقول لهم ان اتش هينزل معاه يستلم الفلوس، اما ديف هيفضل مستنيهم في العربيه لحد ما يخلصوا المهمه. وفعلا بينزل بوليت واتش وبيدخلوا البنك وبيستلموا ال 2 مليون دولار. بعدها بيرجعوا للعربيه وبيروحوا لمقر الشركه وبيدخلوا بالعربيه. وبولي بيقول لاتش ان هو لازم يظهر وشه وهو في العربيه علشان لما فريق العمل يشوفوه يفتحوا له البوابه. وبالليل بعد ما المهمه خلصت، بوليت بيعزم اتش على مشروب وبيلعبوا بلياردو. وبعدها بنشوف اتش وهو بيصور بطايق زمايله في الشغل، وبنشوف زمايل اتش وهم بيبصوا عليه من بعيد. وجون بيقول ان اتش ده شخص عادي جدا وان هو بيمتلك مهارات اكتر منه بمراحل. وساعتها بيتريق عليه ستيوارد وبيقول له ان هو ما يجيش في حاجه. وجون بيتعصب جدا وبيقوم عشان يتكلم مع اتش وبيساله عن مكان شغله القديم. واتش بيرد عليه بكل برود وبيقول له ان هو كان شغال في شركه اسمها اورنج دلتا في اوروبا. وجون بيساله هو ليه كلامه قليل. اتش بيقول له ان هو كلامه مش قليل، لكنه مش عايز يتكلم معاه هو بس. وبيقول له ان هو كان عازمه على مشروب بس بيطلب منه ان هو يشربه بعيد عنه. وجون بيتضايق جدا وبيمشي وبيتريق عليه زمايله في الشغل. بعدها بوليت بيقول لاتش ان هو من الواضح ان هو يقدر يكون علاقات اجتماعيه كويسه جدا، بيتريق يعني. وتاني يوم بنشوف اتش وهو مع ديف في العربيه، وديف بيقول ان بوليت اتاخر جدا وانه كان المفروض يرجع من 5 دقايق. ديف بيتصل على بوليت لكنه مش بيلاقي اي رد، وفجاه بيسمع بوليت وهو بيصرخ. وبعدها بيتكلم معاهم شخص تاني وبيقول لهم ان بوليت معاهم وانهم هيقتلوه لو ما نفذوش اللي هيطلب منهم. وفي وقتها بيقرر ديف انه هيهرب، واتش بيوقفه وبيقول له ان هم ما ينفعش يمشوا ويسيبوا بوليت. وديف بيقول له ان العربيه فيها 2 مليون دولار واحنا لازم نمشي دلوقتي، ولو ما مشيناش العصابه هتسرقهم. واتش ما بيفرقش معاه الكلام اللي بيقوله ديف، وبيقول له انزل من العربيه لو مش عايز تسوق. وساعتها بيضطر ديف انه يكمل، وقائد العصابه بيتكلم معاهم وبيطلب منهم يتحركوا بالعربيه لحد ما يامرهم يقفوا. وفعلا بيتحركوا بالعربيه زي ما اتطلب منهم لحد ما بيوصلوا للمكان، وبيامرهم قائد العصابه ان هم يقفوا. واول ما بيقفوا بالعربيه بيدخل عليهم عربيتين، بيتفتح باب عربيه منهم وبينزل منهم افراد العصابه وبيبقى معاهم بوليت. وبيقول لهم قائد العصابه ان هم ينزلوا ويحطوا الفلوس في صندوق العربيه اللي وراهم والا هيقتلوا بوليت. ديف بيخاف جدا وبيقول لاتش ان هم لو نزلوا هيتقتلوا كلهم. اتش بيقول له لغايه هنا انت انتهت مهمتك. وبيفتح اتش باب العربيه وبيبدا يرمي شنط الفلوس في صندوق العربيه بتاعت العصابه. وهو بيرمي الشنط في شنطتين منهم وقعوا منه على الارض، فقائد العصابه قال له لو وقع منك شنطه تاني على الارض هقتل بوليت. فاتش بيتاسف له وبيقول له ان هي مش هتتكرر تاني. وفجاه بيطلع اتش مسدسه وبيضرب طلقه بيقتل بيها فرد من افراد العصابه. وساعتها بينزل باقي افراد العصابه عشان يقتلوه، لكن اتش بيسبقهم وبيخلص عليهم كلهم. وبينزل قائد العصابه من عربيته هو باقي الافراد وبيبداوا يضربوا نار على اتش، بس هو عارف يتفادى الرصاص كله وبيتقدم عليهم بثبات انفعالي وبيقدر يخلص على اخر فرد من العصابه. وقائد العصابه بيجري واتش ما بيسيبوش وبيجري وراه لحد ما بيوقعه بطلقه في رجله. وبعدها بيساله عن الجهه اللي بتامره يعمل كده، لكن قائد العصابه بيرفض يرد وبيشتمه. وساعتها اتش بيقتله، وبوليت وديف بيوصلوا عشان يساعدوا اتش وهم بيتصدموا
بيتصدموا اول ما بيشوفوا ان هو خلص المهمه لوحده، واتش بيطمن على بوليت وبيقول لديف ينظف هدومه لانه تقريبا عملها على نفسه من كتر ما هو كان مرعوب. وديف بيسكت لاول مره ومش بيتكلم، وبعدها اتش بيطلع وبيبدا يشيل اقنعه افراد العصابه واحد ورا التاني علشان يشوفوا وشوشهم، وبيرجعوا هم 3 للمقر. واتش بيقعد مع المدير اللي بيكون مبهور جدا منه وبيساله ازاي قدر يقتل 6 اشخاص لوحده مع انه في تدريب الرمايه ما حققش الكفاءه العاليه. فاتش بيقول له ان الموقف بيحكم عليه ان هو يركز لانه لو مركز هيتقتل. المدير بيعجب بيه جدا، وبعدها بيشغل له فيديو للجريمه اللي حصلت من كام يوم واتقتل فيها شخصين من الشركه، وبيساله اذا كان شاكك ان العصابه دي هي نفسها العصابه بتاعت النهارده. واتش بيبتدي يركز في الفيديو لكنه بيقول له ان هم مش نفس العصابه، والمدير بيشكره وبيقول له انه هيكلمه لو احتاجه في اي حاجه تانية. واتش بيطلع مع تيري اللي بيقول له ان الشركه بتحط الموظفين بعد صدمه زي دي في اي شغل مكتبي بعيد عن اي مخاطر عشان يرجعوا لكفاءتهم تاني. فاتش بيقول له ان هو مش مضطرب ولا مصدوم، وان وظيفته هي حمايه الفلوس، وانه عمل مهمته في احسن طريقه. وبيدخل عليهم هولز وده بيبقى صاحب الشركه وبيسلم على اتش وبيقول له ان هو قدر جدا الانجاز العظيم اللي عمله النهارده، واقترح عليه ان هو يقضي بقيه اليوم اجازه لحد ما يتناقشوا هو وتيري في شغله القديم. وبيخرج اتش من المكان، وهولز بيقول لتيري ان اللي زي اتش لازم يترقى، وانه لو موجود من سنه فاتت ما كانوش اتعرضوا للهجمات بتاعه العصابات، وبيطلب منه ان هو ما يرفضوش ويخليه يكمل شغله. وبنشوف اتش وهو داخل على زمايله في الشغل واللي بيحيوه تحيه كبيره بسبب الانجاز اللي عمله. وبيعدي 3 شهور وبنشوف اتش مع بوليت في مهمه جديده، واثناء ما هم بيتكلموا بيطلع عليهم عصابه وبيرشوا ماده سودا على الازاز، وبعدها بيرشوا ماده مسممه عشان يضطروا ينزلوا من العربيه. وبوليت بيطلع من العربيه فعلا، اما اتش فبيطلع لهم من الباب اللي ورا وبيكون حاطط منديل على وشه، واول ما بيشيل المنديل وافراد العصابه بتشوفه بيهربوا كلهم، وبعدها بيرجعوا للشركه. وتيري بيكون مستغرب جدا ان العصابه خافت اول ما شافته، اما صاحب الشركه فبيكون فرحان جدا من اللي بيحصل، وبيقول لاتش ان هو لو فضل على وضعه ده هيترقى وهيكون مميز عن زملائه كلهم. بنشوف بعدها بوليت وديف وهما بيتكلموا، وبوليت بيقول ان هو شاكك ان اتش مش شرطي وانه روح شريره، وبيحكي لديف اللي حصل وازاي العصابه هربت اول ما شافت اتش. فديف بيفكره ان هو قال له قبل كده ان هو مش بيثق في اتش. بعدها بنشوف اتش وهو مع ديانا زميلته في الشركه بيصحيها من النوم وبيقول لها تجيله في الغرفه الثانيه. بتطلع ديانا وبتلاقي اتش قاعد وبيقول لها تقعد، وبيسألها عن الفلوس الكتير اللي موجودة في الصندوق ومصدرها ايه، فبتقول له ان هو مش من حقه يعرف حاجة زي دي. ساعتها اتش بيضرب طلقة جنبها فبتخاف منه وبتعترف، وبتقول له ان هم لما كانوا بينقلوا فلوس لحانه من الحانات هجمت عصابه عليهم، وبتقول له ان العصابه اخذت الفلوس اللي موجوده في العربيه ونسيوا ياخدوا شنطه واحده واللي كان فيها المبلغ ده، وبتقول له ان المبلغ عباره عن 125 الف دولار وان ده تمن خدمتها في الشركه. فبيسالها اتش لو كانت ليها علاقه باي عصابه من العصابات، لكنها بتنفي ان هي ليها اي علاقه. فاتش بيقول لها ان هو لو عرف ان هي بتكذب عليه هيقتل ابوها وامها وكل الناس اللي بتحبهم، وبيسيبها وبيمشي. وبنرجع فلاش باك ل5 شهور فاتوا، وبنشوف اتش تاني يوم مع ابنه دوجي، وبيجي له مكالمه من مايك وهو بينادي مايك بالزعيم، وهو بيطلب منه يراقب خروج عربيه من شركه فورتيكيو. فاتش بيقول له ان هو مش هيقدر يعمل المهمه دي وان ده اليوم الوحيد اللي بيقدر يشوف ابنه فيه، لكن مايك بيقول له ان مفيش غيره دلوقتي وان براندن كان مكلف بالوظيفه دي لكنه عمل حادثه في نص الطريق. واتش بيضطر يروح للموقع وبياخد ابنه معاه في العربيه، وبيوصل لمكان خروج عربيات الشركه. بينزل من العربيه وبيقول لابنه انه هيروح يجيب اكل ويرجع، وبيطلب منه يقفل ازازه العربيه ويفضل فيها، وبيمشي اتش لحد عربيه الاكل وبيطلب منها. في الوقت ده بيجي له اتصال من مايك بيقول له ان هم عايزين يعرفوا العربيه اللي هتطلع هتاخد انهي طريق، هتمشي يمين ولا هتمشي شمال. فبيراقب اتش العربيه وهي بتطلع، وبيبلغ مايك ان العربيه اتجهت لليمين وبيقفل معاه. ونشوف العربيه اللي طلعت وهي بتتحصر من العصابه، والعصابه بتنزل وبيقتلوا اللي في العربيه وبياخدوا الفلوس. وبنشوف واحد من العصابه وهو بيروح لدوجي وبيهدده علشان يفتح العربيه، وفعلا دوجي بيفتح الباب وبيطلع بره العربيه وبينزل على الارض. في الوقت ده بيكون اتش وصل للمكان وبيجري على ابنه عشان يلحقه، ولكن الشخص ده بيقتل ابنه بسرعه، وبعدها بيوجه مسدس عليه وبيضرب نار عليه هو كمان. وبعد 3 أسابيع بتشوف اتش وهو في المستشفى، ولما بيقوم بيسأل عن ابنه دوجي فبيقولوا له ان هو مات. فبيخرج اتش من المستشفى وهو مصدوم من وفاة ابنه، وبعدها بنشوفه وهو قاعد مع مراته جين اللي بتلومه على وفاة ابنهم، وبتقول له ان هو لولا شغله ما كانش ابنهم هيموت، وبتسيبه وبتمشي. اتش بعدها بيقابل العميل كينج اللي بيجيب له ورقه فيها كل اسامي المشتبه فيهم في قتل ابنه. بياخد اتش الورقه وبيقول لكينج ان هو هيتصرف معاهم على طريقته هو. بنشوف بعدها اتش وهو بيقتل كل الاشخاص اللي موجودين في الورقه، ولكن ما حدش فيهم كان هو اللي قتل ابنه. ساعتها مايك بيقترح عليه اقتراح، وهو ان هم يزرعوا جوه شركه فورتيكيو شخص يعرف مين اللي قتل ابنه. فبيقرر اتش ان هو اللي هيتزرع وسطهم، وفعلا بيزور الكارنيه وبيقدم على الوظيفه وبيتقبل. وبنعرف ان هو لما صور بطايق زمايله في اول الفيلم كان علشان يجيب معلومات عن كل واحد فيهم. بنشوف من الناحيه الثانيه العصابه قبل ما تقتل دوجي بيكون قائدهم اسمه جاك. بنعرف ان اغلبهم كانوا قاده في الجيش ومرتزقه، وبتكون اول عمليه ليهم هي سرقه فيلا، واللي كان بيحرسها كان زميل ليهم، وفعلا بيسرقوها، بس المبلغ اللي سرقوه بيكون بسيط جدا. فبيقرروا يوسعوا النشاط
وبيسرقوا عربيات نقل فلوس، وده بمساعده شريك ليهم بيشتغل جوه شركه فورتيكيو، وفعلا بينجحوا في اكتر من عمليه لحد ما بيجي لهم خبر من زميلهم اللي شغال جوه الشركه بان في عربيه طالعه وفيها 6 مليون دولار. ساعتها بيلبسوا لبس عمال بناء وبيخرجوا للموقع وبيستنوا العربيه، واول ما العربيه بتيجي بيهجموا عليها وبيقتلوا الاشخاص اللي فيها. وبيلاحظ جاك دوجي وهو في العربيه فبيخاف لانه شاف وشه، وساعتها بيقرر ان هو يقتله، وفعلا بيقتله وبيضرب نار على اتش، وبعدها بيهربوا من المكان. وبنرجع لوقتنا الحالي وبنشوف العصابه وهم قاعدين بيخططوا لمهمه جديده، وبتكون المهمه دي هي سرقه شركه فورتيكيو في الوقت اللي هيكون متجمع فيه كل عربيات الشركه، وبيحددوا يوم الجمعه عشان ينفذوا فيه المهمه. وبيكونوا عرفوا من شريكهم ان في يوم الجمعه هيكون في الشركه حوالي 150 مليون دولار. وفي اليوم المحدد لتنفيذ الخطه بنشوف بوليت وهو مع اتش في العربيه، وبوليت بيقول ان هو مش عايز يهجم على اي عصابه تهجم عليه. ولما بيسالوا اتش عن السبب بيقول له ان هو على علاقه بعصابه، وان هو اللي بيقول لهم على المعلومات اللي جوه الشركه. بيقول له ان هو لو ما نفذش الاوامر هيقتلوه. وبكده بيكون اتش عارف مين الجاسوس اللي جوه الشركه. وبنشوف بوليت وهو ماشي في طريق مختلف لحد ما بيوصل للعصابه. بينزلوا اتش من العربيه وبيأمرهم يقتلوه لو فكر يعمل اي حاجه، وده لانهم عارفين ان هو اقوى شخص في الشركه. العصابه بتتقسم لجزئين، جزء في العربيه مع بوليت والجزء التاني هيستنوهم بره. وفعلا بتدخل العربيه جوه الشركه، بينزلوا اتش من العربيه وبيخلوا واحد من العصابه معاه علشان ما يعملش اي حاجه، وبعدها بيهددوا جون علشان يفتح البوابه وهو بيرفض وبيشغل الانذار وبيطلب قوات التدخل السريع. ساعتها ضرب النار بيشتغل بطريقه مش طبيعيه، وبيفتحوا البوابه لبقيه العصابه علشان يدخلوا جوه الشركه، وبيبداوا ينقلوا الفلوس بسرعه قبل ما قوات التدخل السريع تيجي. في الوقت ده اتش بيقدر يفك نفسه ويقتل الراجل اللي كان معاه، وبعدها بيقتل الشخص اللي كان بينقل الفلوس في العربيه وبيحط موبايله جوه شنطه الفلوس. ونشوف ديانا وبوليت وهم بيضربوا النار على افراد العصابه، وبيجي لهم بوليت على اساس ان هو معاهم وبيطلب منهم سلاح علشان يدافع بيه عن نفسه. ولما بيدوا السلاح بيقتلهم هما الاثنين. وبنشوف اتش وهو بيضرب نار على افراد العصابه لحد ما بيجي بوليت وبيضرب عليه نار وبيخليه يقع، وبعدها بيطلع باقي الشنط للعربيه وبيهرب هو وافراد العصابه. ساعتها بيلمح اتش نفس الشخص اللي قتل ابنه، وبتكون العصابه مخططه من البدايه انهم هيهربوا من قوات التدخل السريع عن طريق دخولهم لجراج مبنى، وان هم يرفعوا الحواجز علشان يعطلوا بيها قوات التدخل السريع، وبعدها يهربوا من نفق تحت المبنى بيوصلهم للطريق الرئيسي. وبنشوف بعدها رئيس العصابه وهو متصاب بطلقه. ساعتها جان بيقرر ان هو يخونه ويخلص عليه. بعدها بيروح لبوليت ومش بيكون فاضل غيرهم هما الاثنين. جان بيعرف بوليت ان رئيس العصابه مات بسبب الطلقه اللي خدها، لكن بوليت مش بيكون مقتنع، ومع ذلك بيقرر يكمل معاه للنهايه. وبيفضلوا ماشيين في النفق لحد ما بيوصلوا لنهايته، ووقتها جان بيقتل بوليت وبيبدا ينقل الفلوس في العربيه بتاعته الخاصه. ولما بيخلص نقل بيرجع لبيته وهو حاسس ان هو منتصر. وفي الوقت اللي كان مبسوط فيه بانجازه ده بدا الموبايل اللي سايبه اتش في الشنطه يرن، واتش بدا يتكلم وبيقول له مش بترد ليه. ولما جان بيلف وشه بتصدم باتش اللي بيكون قاعد مستنيه مع المسدس. جان بيساله اذا كان جاي عشان الفلوس فبيقول له لا، وبيرمي له ورقه فيها التقرير الطبي بتاع وفاه ابنه دوجي، وبيكون مكتوب فيها ان هو اخد طلقتين في القلب وطلقتين في الرئه وطلقه في الامعاء. وجان بيفتكر الاحداث اللي حصلت، قتله لدوجي وضربه بالنار على اتش، وبيقول لاتش ان هو هيدفع له اي تعويض يطلبه مقابل ان هو يسيبه يعيش. واتش بيقول له مفيش اي فلوس هتعوض مكان ابني. واتش بيبدا يضربه طلقه ورا طلقه في كل الاماكن اللي ضرب فيها ابنه دوجي لحد ما يموت. اتش بينزل من المكان وبيقابله العميل كينج وبيبارك له ان هو اخيرا خطر ابنه من اللي قتله، وبيقول له ان كده مهمته انتهت. اتش بيركب عربيته مع واحد من رجالته وبيمشي من المكان. وكده يكون انتهى فيلمنا النهارده. ويا ريت الفيلم لو عجبكم لايك كومنت شير وسبسكرايب.